السلام عليكم ورحمة الله، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا ماما نونا، والنهاردة احكي لكم حكاية جديدة. حكاية ايه يا ترى؟ حكاية احبك يا امي. يلا بينا يا حلوين نشوف ايه هي الحكاية. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يا ماما نونا. شاطرين يا حبايبي، كلنا نقول عليه الصلاة والسلام. حكاية النهاردة مع البطل أمير. تعالوا نشوف يا حبايبي أمير بيعمل إيه. أمير كان بيحب بابا وماما كتير، وبعد ما بيقوم يتوضى ويصلي كان يا حبايبي يجري على طول يلعب. لكن ماما كانت تقوله يلا يا أمير علشان خاطر تفطر مع أختك فرح. يروح يا أمير يقول لها طب استني شوية يا ماما، ألعب شوية صغيرين بس وهاجي أفطر. ماما تقوله لا يا أمير، كلنا هنقعد، يلا تعالى عشان خاطر تفطر. ونشوف يا حبايبي أخته الصغيرة اللي بتروح وتجيب مع ماما الأكل، وهو قاعد كده وعمال بيلعب. ماما تقوله أنا نفسي مرة واحدة بس يا أمير ألاقيك بتحضر معايا الأكل وتنزله كده زي ما أختك بتعمل. يروح يقول لها حاضر يا ماما حاضر، هبقى هعمل معاكي. وتمر الأيام وأمير ما يعملش حاجة مع ماما، ويلعب بالألعاب وما يلمهاش، وشايف ماما تعبانة وما يهموش أي حاجة. كل اللي هو بيعمله إن هو يلعب وخلاص. في يوم من الأيام يا حبايبي أمير نام، ولما نام شاف في المنام حلم. الحلم ده خاف منه قوي. ايه هو الحلم يا حبايبي؟ شاف نفسه في ملاهي كبيرة جدا، لكن الملاهي دي مليانة زبالة وكلها متطربة. وقال ايه ده؟ الملاهي دي كلها يبقى فيها الألعاب الجميلة دي وكلها متبهدلة كده ومليانة تراب؟ ايه ده؟ انا نفسي الزحلق مش عارف، انا نفسي اركب السلسلة ده بس مش عارف. الله الله على شكل المرجيحة، بس اخي وحشة جدا وفيها تراب. راح يا حبايبي أمير، جت عليه المرجيحة وقالت له أنا يا أمير كنت جميلة وكان دايما شكلي حلو. راح اتخض منها وقال لها هو انت بتتكلمي؟ قالت له اه. راح ايه يا حبايبي؟ قال لها طيب ايه اللي حصلك؟ قالت له انا يا امير الناس كل يوم تيجي من تتمرجح وتيجي تتزحلق في الملاهي وتيجي تلعب جميع الألعاب اللي انت شايفها دي كلها، لكن في نفس الوقت سايبنا ولا بيمسحونا ولا بيشيلوا الزبالة اللي على الأرض اللي هما بيعملوها. شايف يا أمير الورق مال الدنيا ازاي؟ شايف أكياس الشيبسي؟ طب شايف بقى القشر بتاع اللب اللي مرمي في كل حتة؟ شايف يا أمير انت زعلت ازاي لما شفتني؟ قال لها اه انا زعلت جدا، الملاهي كلها موجود فيها ألعاب جميلة بس كلها متطربة ومتبهدلة. راحت قالت له ما هو أنا بقى إحنا بقى يا أمير كنا جداد وما كانش فينا أي حاجة، لكن تعبنا جدا من كتر التراب اللي علينا، ما بقناش نشتغل والناس كلها سابتنا وما عادوش بيجوا هنا تاني. راح قال لها ياه، أنا بلعب في أوضتي وبسيبها وماما هي اللي بتقعد تروق. قالت له اه بقى مامتك بقى هتفضل تقعد تروق وتنضف وراك، ويجي عليها وقت وتتعب وما تقدرش تعمل حاجة ويبقى بيتكم متبهدل يا أمير. قال لها لأ لأ، أنا ماما هتفضل طول عمرها تعمل. قالت له ماشي، بس هيجي عليها وقت وتتعب علشان هي اللي شايلة البيت كله وانت مش بتعمل معاها أي حاجة، المفروض تساعدها. راح قال لها خلاص لأ، أنا عايز طيب أنضفكم، أنا عايز الملاهي دي تبقى جميلة. راحت فجأة يا حبايبي الأنوار كلها نورت والملاهي بقت جميلة خالص،
وصحى يا حبايبي أمير على صوت ماما وهي بتقوله: يلا يا أمير اصحى علشان تفطر. راح أمير صحى وقال لماما: حاضر يا ماما. وراح بعد ما اتوضى وصلى راح على طول على أوضته وروقها. وماما عمال تنده راح طلع يجري على المطبخ وقعد يشيل معاها الأكل كمان. ماما استغربته جدا وقالت له: ايه يا أمير؟ قال لها: أنا آسف يا ماما، أنا بحبك جدا جدا ومش عايزك تتعبي أبدا، ومن النهاردة كل يوم هروق أوضتي وهساعدك كمان في كل حاجة. وفرح كمان قالت لها: وأنا كمان يا ماما. قالت لهم: شاطرين يا حبايبي، ربنا يبارك لي فيكم. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ولو حكايتنا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. مع السلامة.